صديقي المتابع الجميل، تعال نروح مع بعضينا لاواخر القرن ال18 وتحديدا في مدرسه صغيره جدا في المانيا. كان في مدرس داخل الحصه الاولى ومطبق من امبارح ومش طايق نفسه، والعيال بقى الصبح جاي في منتهى النشاط والراجل عايز ينام، وعلشان الحاجه هي ام الاختراع فالراجل جات له فكره عبقريه. قال لهم كل واحد يطلع ورقه وقلم ويقعد يجمع في الارقام من 1 لحد 100. طبعا لما تدي شويه عيال عندهم 8 سنين مساله زي دي فاقل واجب هياخدوا فيها ساعتين، يكون بقى الراجل نام وشبع نوم. ولسه الراجل بيحط دماغه على الديسك عشان يعرف ينام لقى عيل رفع ايده: يا ماستر عايز ايه يا زفت؟ انا حليت المساله. المدرس راح للواد وهو متضايق: مساله ايه يا ابني اللي حلتها؟ ولما راح اتفاجئ بالاجابه 5050. لسوء حظ المدرس ولحسن حظنا احنا فالولد ده هو الرياضي كارل جاوس. اللي عمله جاوس باختصار هو انه قال لك هو انا ايه اللي يخليني اقعد اجمع الارقام لما انا ممكن ادور على نمط بيتكرر، ولو انا لقيت النمط ده ساعتها هقدر استنتج ايا كان مجموع الارقام اللي هو عايزها. ولما عمل كده لاحظ حاجه غريبه جدا: ان انا لما بجمع رقم في اول المتسلسله على الرقم المقابل ليه في اخر المتسلسله دايما المجموع بيديني 101. يعني مثلا 1 زائد ال100 ب101، 2 زائد ال99 ب101، 3 زائد ال98 برضه ب101. ولو فضلت ماشي بنفس الطريقه دي فهتلاقي نفسك وصلت لل50 زائد 51 ودي برضه ب101. وبالتالي انت عندك 50 عمليه جمع كل عمليه مجموعها 101، يبقى المجموع ببساطه هو 50 في 101 اللي هي ب5050. اللي عمله جاوس ده فتح لعلماء الرياضيات منجم ذهب.